مش بتحب نفسك ومهما عملت مش شايف في نفسك غير عيوب ومش لاقي اي سبب يخليك تحب نفسك؟ لو ده احساسك خليني اسألك سؤالين: ليه حاسس بكل التعاسة دي عموما؟ ايه اللي وصلك للحتة دي؟ وليه تقديرك لنفسك بشكل عام قليل قوي كده؟ يمكن تبقى عايز ترد عليا وتقولي ما انا ما عنديش اي مميزات فعلا. هرد عليك رد قاله فيلسوف في كتاب ياباني اسمه شجاعة ألا تكون محبوب. الرد ده قاله لشاب كان عنده نفس إحساسك بالظبط. قال له انت أصلا ده هدفك، ده مش سبب لان حياتك وحشة، لا ده انت هدفك اساسا ان انت ما تحبش نفسك، عشان انت عندك هدف في الحياة مبني على انك ما تحبش نفسك. انت عايز تشوف في نفسك عيوب وما تشوفش اي مميزات عشان تخلي العيوب دي مبررات ان انت تبعد عن الناس، لان انت قايل لنفسك من جواك انا لو قربت من الناس مش هيحبوني، ما انا ما عنديش مميزات، لانك اصلا خايف تقرب للناس. يعني انت اللي عامل في نفسك كده، انت اللي هدفك تبعد عن الناس وهدفك تبقى لوحدك. هديك مثال بيبسط الموضوع شوية. بنت راحت لمعالج نفسي وقالت له انا مشكلتي في الحياة، كل مشكلتي في الحياة ان انا وشي بيحمر جدا لما بقعد قدام ناس او في مكان فيه ناس، ارجوك خلصني من المشكلة دي. فالمعالج سألها سؤال مهم جدا، قال لها طب وبعد ما تتخلصي من المشكلة دي ايه الحاجة اللي هتبقي عايزة تعمليها في حياتك؟ قالت له انا في واحد معجبة بيه من زمان جدا، بس انا مخبية مشاعري دي جوايا عشان انا مش هقدر اعترف له ان انا معجبة بيه وانا وشي بيحمر كده، فانا كل اللي منعني بس عن اني اعترف له ان انا معجبة بيه هو ان وشي بيحمر. لو انا وشي ما بيحمرش كنت قدرت اعترف له ان انا معجبة بيه وكان زماننا مع بعض. فالمعالج قال لها ان احمرار وشها في الحالة دي مش سبب، مش هو السبب اللي بيمنعها عن العالم، بالعكس هو بالنسبة لها هدف، هي عندها هدف انها تفضل محافظة على التلكيكة او العذر بتاع احمرار وشها ده، عشان هي مش قادرة تروح تعترف للناس ومش قادرة تاخد خطوة ومش قادرة تتقبل نتائج الخطوة دي، فهي محافظة جدا جواها انها تعتقد او تقنع نفسها ان مشكلتها ان وشها بيحمر. كذلك اي حد طول الوقت عمال يقول لنفسه وللناس انا لو اترقيت الترقية دي حياتي كلها هتظبط، انا لو سكنت في الشقة دي كل حاجة هتتغير، انا لو عملت كذا كل حاجة هتتصلح. وبنستغرب كتير ان النوع ده من الناس لما بيحققوا الحاجات دي مفيش حاجة في وضعهم بتتغير، لان اصلا دي كانت مجرد اعراض، دي تلاكيك، دي مش مخاوفهم الحقيقية ولا اهدافهم الحقيقية. طب والحل ايه؟ الحل ان احنا نتقبل نفسنا زي ما احنا دلوقتي حالا في اللحظة دي، ويبقى عندنا شجاعة ان احنا ناخد خطوة لقدام ايا كانت النتيجة. يا سلام، يعني هو الموضوع سهل كده؟ ما هو كانش حد تعب. لا هو مش سهل، عشان كده اغلب الناس بتختار ما تتغيرش، وعشان كده هتلاقي حواليك ناس كتير طول الوقت بتشكي من نفس المشكلة نفس الشكوى وبيتقدم لها نفس الحلول اللي هم عارفينها ومقتنعين انها صح بس ما بيعملوهاش. هديك مثال، مثلا لو واحد راكب عربية العفشة بتاعتها بتعمل صوت او فيها حاجة بتطلع صوت جامد طول الوقت هيكلمك عن مشكلة العربية دي، بس اول ما تقدم له حلول، اول ما تقول له غير كذا او اعمل كذا او غير العربية خالص، مش هيقرر يعمل كده بسهولة، لان هو ساعتها هيفكر انه انا خلاص اتعودت على صوت العربية، بقيت بعرف اسوق وفي صوت، خلاص بقيت بنساه حتى وانا ماشي. لكن لو جبت عربية جديدة او لو رحت شلت الحاجة دي قطع الغيار وجبت غيرها، ما يمكن تطلع بايظة هي كمان، ما يمكن لو جبت عربية جديدة مرتاحش فيها. عشان كده هو بالنسبة له التعب اللي متعود عليه ارحم من مخاطرة انه يصلح حاجة. وعشان كده السعادة او حب النفس او النجاح او اي حاجة كويسة في الدنيا مرهونة بالشجاعة، شجاعة الاختيار بين التعود على خيبة الامل اللي كده كده موجودة، ولا المخاطرة والشعور بالقلق ناحية الحاجات الجديدة. ساعات كتيرة قوي الناس بتختار خيبة الامل عن القلق. اقولك حاجة كمان لو فهمتها، فكرتك عن التعاطف عموما ممكن تتغير للابد. من وجهة نظر عالم النفس أدلر، فالناس اللي بتختار خيبة الامل هم كمان بيوصلوا لمرحلة الاستمتاع بمميزاتها. هتقولي هي خيبة الامل ليها مميزات؟ هقولك هو شايف ان في ناس عندها عقدة نقص باشكال مختلفة، وان كلنا بلا استثناء عندنا شعور بالنقص، ولاحقا كده هقولك ايه الفرق بين الشعور بالنقص وعقدة النقص. بس بعض الناس اللي عندها نوع من عقد النقص المرتبط بالتعاسة، هم بتوصل معاهم لان هم بيحبوا طول الوقت يحسوا ان هم مميزين عن الناس اللي حواليهم بسبب تعاستهم، بيحبوا يجودوا في حكاياتهم عن التعاسة،
بيتمزجوا قوي لما يقولوا للي قدامهم انت عمرك ما هتعرف انا حاسس بايه، انت عمرك ما هتعرف انا يعني ايه عندي 3 شعريات بيض في حواجبي. ده بيخلي اللي قدامه يحس بالخوف من رد فعله، ويحس بالقلق، ويحس بالذنب ناحيته، ويحس انه عايز يتعاطف معاه ويطبطب عليه. وبالتالي الشخص اللي هو بيستخدم ميزة التعاسة بيحس ان هو في موقف اعلى، ان هو واقف كده على مسرح والناس التانية هو مسيطر عليهم. عشان كده النوع ده بيتهرب دايما انه يحسن من نفسه او يصلح مشكلته، لانه خلاص اتعلم يستخدم تعاسته كوسيلة لاخضاع الناس لصالحه. لدرجة ان أدلر بيقول في كتبه ان الضعف احيانا في ثقافتنا بيكون وسيلة للقوة والسلطة. انا لو سألتك مين فعليا في ثقافتنا هو اقوى حد على الاطلاق في كل الناس اللي تعرفهم حواليك في دايرتك، هيطلع الطفل الرضيع، لانه بيسود ولا يمكن التحكم فيه، بيسود كل الكبار اللي حواليه بسبب ضعفه. فكر في الموضوع كده في كل حاجة حواليك، فكر فيه حتى لما بيبقى فيه ترند. فكر لو مثلا صاحبك الوسيم الرياضي الناجح جه قعد يشكي لك انه البنت اللي بيحبها طول عمره رفضته، هتتعاطف معاه اكتر ولا هتتعاطف مع لو واحد مبهدل وشكله على قده متواضع مش عارفه ايه وقال لك رفضتني عشان فقير؟ هتتعاطف مع مين اكتر مع ان الاتنين مروا بنفس القصه؟ الكلام ده مش معناه ان انت ما تتعاطفش مع حد، ومش معناه ان احنا بننفي مسببات او وجود الالم، لكن معناه ان انت لازم تفهم انه احيانا في ناس بتبقى متألمة فعلا، وفي ناس بتقرر تتاجر بألمها، فساعتها استمرار الألم او التعاسة بيبقى بالنسبة لهم غاية. وده بالظبط علم النفس الأدلري اللي اتبنى عليه الكتاب ده كله، كتاب شجاعة ألا تكون محبوبا. لان أدلر بيبني معظم افكاره على فكرتين: ان دايما دوافع تصرفات الانسان بيحركها الشعور بالنقص، وان كلنا عندنا شعور بالنقص، والشعور بالنقص ده اصلا مش شيء سلبي. شعور بالنقص لو استخدم بطريقة كويسة هيبقى فرصة ووسيلة للنمو والتقدم، لكن لو تحول الشعور بالنقص لعقدة نقص فهنا بقى دي المشكلة. الفرق بين الاتنين ان انت اللي بتختار الزاوية اللي تستخدم بيها الشعور بالنقص. يعني لو واحد مثلا حصل له شوية احداث متشائمة في حياته ممكن يقرر يقولك انا انسان متشائم، واحد تاني هيقولك والله انا شايف الموضوع ده حاليا بنظرة تشاؤمية. الاولاني خلى التشاؤم هو ذاته فخلاص بقى جزء منه، التاني خلى التشاؤم مجرد نظرة، النظرة تتغير تروح وتيجي، لكن الاولاني خلى شخصيته كلها كينونته كلها متشائمة. والنقطة التانية اللي بنى عليها أدلر أفكاره هي الغائية والسببية. هبسطها لك خالص: طفل بيستعمل سلوك عدواني مع زمايله في المدرسة، لو جبنا فرويد هيقولك والله هو بيعمل كده عشان هو عنده تروما، وعشان هو زمان وهو صغير اهله كانوا بيعاملوه وحش، فهو بقى يعيني جواه الشعور ان هو عايز يبقى عنيف مع الناس. طب وبعدين الولد هيبطل ولا لا؟ هو نفسه هيركز في حياته وفي شغله ولا لا؟ الناس اللي حواليه دول هيترحموا منه ولا لا؟ الله اعلم. على مهلنا بقى دينا قاعدين نحلل في الاسباب ونفت في الماضي. أدلر بقى بيقولك لا، مفيش حاجة اسمها ماضي، اللي حصل وجعنا ساعتها بس خلاص راح، احنا دلوقتي في اللحظة اللي احنا فيها دي. والطفل اللي بيعمل سلوك عدواني ده ممكن يكون عنده اسباب ملناش دعوة بيها، المهم ان هو مستمر فيها عشان هي بتحقق له غاية. ايه الغاية دي يا أدلر؟ ان هو لما بيضرب زمايله او بيعمل سلوك عدواني بيلاقي زمايله خايفين منه، الناس بتتجنبه، الناس بتعامله بطريقة معينة هو عايزها، فهي دي الغاية عنده، وهي دي اللي بتخليه تاني يوم يروح يعمل كده. يعني هو لو فضل يعمل السلوك ده ولقى زمايله مش بيعملوه بالطريقة اللي هو عايزها هيبطله، لان هو مش مستفيد. الماضي مش موجود وملوش تأثير في حياتك، انت هنا دلوقتي حالا كأنك ماسك كشاف، الكشاف ده والله ليه نطاق للإضاءة معين، انت بقى هتقرر تقعد توجهه لورا للماضي مش هتشوف تحت رجليك، هتقرر توجهه للمستقبل تفضل عايش قلقان قوي طول الوقت مش هتشوف برضو تحت رجليك. أدلر بيقولك لو ماسك كشاف وجهه هنا حالا دلوقتي للخطوة اللي انت هتتحركها قدام، خطوة قدام. ما تزعلش من اللي فات وما تقلقش على اللي جاي، وما تعيش عشان ترضي الناس او تنفذ الكتالوج بتاع الناس، ده هيخليك عندك شجاعة ان انت تبقى نفسك، وان انت تبقى نفسك معناها انك اكيد مش هترضي كل الناس. الحرية
هي انك تكون غير محبوب احيانا. وفي فرق كبير بين انك تتعمد تكون غير محبوب او تتعمد تعمل تصرفات سيئة، وبين ان انت تعمل التصرفات اللي بتمليها عليك مبادئك، وتعمل تصرفات كويسة مناسبة ليك انت، بس متقبل انها مش هتعجب كل الناس، ومتقبل ان لو حد كون عنك فكرة سيئة في دماغه هو، دي مش مشكلتك انت ومش مهمتك انت، دي افكاره هو. فمش هتعيش طول الوقت قلقان من النقد، وفي نفس الوقت مش هتعيش اسير المدح، لانك هتفهم ان المدح اصلا احيانا بيضرك، واحيانا اللي بيمدحك ده بيبقى عايز يسيطر عليك او يتحكم فيك، لانه اغلب انواع المدح الشخص اللي بيمدحك فيها بيبني معاك علاقة عمودية. علاقة عمودية يعني هو اعلى فيها منك، مش علاقة افقية هو جنبك، لا. يعني مثلا لو زميلك في الشغل عمل لك شاي فانت قلت له برافو، انت طلعت بتعرف تعمل شاي اهو، برافو، دي علاقة عمودية، ده مدح عمودي، انت بتحسسه ان انت متفضل عليه، وان مدحك ليه ده متحكم فيه. لكن لو العلاقة افقية فانت مش هتقدم له مدح قد ما هتقدم له تشجيع، يعني هتقول له شكرا على الشاي، انا ممتن ان انت عملت لي شاي، فعلا ساعدتني اوفر وقتي، شكرا جدا. هتبقى بتشجعه من موقع جنبه مش فوقه. لو فهمت كل ده هيبقى عندك شجاعة ان انت ما تكونش محبوب احيانا، وبالتالي هتقدر تكون نفسك، والغريب ان انت لما تكون نفسك هتبقى محبوب اكتر. بس كده.